عشان يا باشمهندس اسلام. وبص احنا الفتره اللي جايه بقى هنطلع كل الحاجات الهندسيه اللي في الحياه ان شاء الله. سؤال، تمام. التصميم اللي بتعمل قبل الشقه بتعمل اللي هو بتاع 3 دي ماكس ده، انت أيوة. تشوف الشقه على الكمبيوتر مهم ولا مش مهم؟ ولو مهم ليه؟ طيب هو اول حاجه طبعا مهم جدا، مش مهم بس يعني ليه؟ لان هو بيوفر عليك حاجات كتير. اولا انت بتبقى متخيل كل جزء في الشقه هيبقى شكله عامل ايه. لو الحاجه ديت ما طلعتش بالشكل اللي انت متخيله سهل قوي بتعدل عليه لانه كله كمبيوتر. وانس ان انت وصلت اللي انت عايزه خلاص احنا هننفذ الشكل ده. بيوفر عليك بقى ان انت بتبقى عارف الحاجه هتطلع عامله ازاي وفلوسها تكلفتها بالظبط هتبقى عامله ايه وكل الكلام ده. طب ما ينفعش اشوف صوره على النت واقول للمهندس انا عايز ده؟ في ناس بتعمل كده فاهم، يقول لك مثلا الصوره دي عجباني، طب ما انا اعملها واريح دماغي من موضوع التصميم والكوست بتاعته. الموضوع ده برضو ما بينفعش. ليه؟ لان اجيب الصوره ديت احطها على الحيطه اللي عندي الاقي ان النسبه بتاعتها مش مظبوطه او الالوان بتاعتها مش مناسبه للفرش اللي عندي او حاجات كتير قوي بنراعيها في التصميم. ففكره صوره على النت لازم تسال المهندس دوت هل دي تنفع تناسب الاحتياج اللي عندي او الاتجاه اللي عندي ولا لا. هو بيبدا يشوف طبعا الاطوال والنسب والابعاد والالوان وبناء عليه بيقول لك تنفع وما تنفعش. ففي الحاله ديت في الاخر انا يعني برشح ان الديزاين عامل مهم جدا. كتكلفه هيوفر عليك فلوس كتير. انت ممكن تبص ان انا هدفع فلوس في التصميم، لا ده هيوفر عليك كتير قوي في ان انت لو حبيت تغير او حاجه سهل انك تغير الشغل بتاعك. تاني حاجه ان مش اي صوره على النت تنفع تشتغل عنها. فالتصميم بيخليك انت عارف تشتغل عليه وتتفادى اخطاء ممكن تحصل بعد كده. بالظبط. وتخيل الموضوع في كل الاتجاهات بقى، الوان، نسب، شكل، كل حاجه. الشقه على الكمبيوتر كانها بالظبط خلصت قبل ما تحط فيها اي حاجه. بالظبط. وده بيتم على مراحل يعني ممكن نتكلم عن الفيديو تاني.